تعالوا بقى بما إن الأسعار غليت أوي وشكلها كده لا فيها فراخ ولا فيها لحمة، تعالوا بقى هنعمل إيه؟ طب مش هناكل يا ولاد؟ بجد مش هناكل؟ هنعمل إيه؟ النهارده هنعمل مع بعض عظمة، بجد عظمة، طاجن فريك بالكبد والقوانص إنما بجد حقيقي حكاية، بطريقة مختلفة. تعالي أوريكِ بقى بتحابيشي المختلفة اللي بجد هينقل لِك الطاجن في حتة كده 20 إن شاء الله. بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت لو أول مرة تتابعيني ما تنسيش لو عجبِك الفيديو تضغطي لايك وتتابعيني على صفحتي، وأتمنى إن شاء الله أكون عند حسن ظنكم. أول حاجة هنا معايا هنجهز الخلطة بتاعتنا، ونزلت بمعلقة من السمنة، وبعد كده نزلت بالبصل معايا بصلتين كده متقطعين بالمنظر ده. هاشوّحهم كده تشويحتين، وباحب دايمًا أدّيها رشة فلفل أسود علشان تبقى بتظهر ريحتها كده بتبقى حلوة جدًا. بعد كده هنعمل تركاية حلوة جدًا، وسّعت كده البصل في النُص، وبعدين نزلت بمعلقة كبيرة من السكر تتكرمل معايا. ثانيتين كده والّا دقيقتين كده تتشوّح مع بعض وتتكرمل، وبعدين أقلّبها مع البصل وأدّيها كده قرن فلفل spicy بيدّي نكهة حلوة جدًا. قلّبت تقليبتين ونزلت بفصين من التوم. بتنقل لِك الطاجن في حتة تانية خالص. بعد كده أول حاجة طبعًا غاسلين القوانص والكبد معانا كويس جدًا، نزلت بالقوانص والقلوب معايا الأول، بعد كده هابدأ بقى إيه، أبهّرها. نزلت بفلفل أسود وكتّري كده الفلفل الأسود شوية، نزلت بنُص معلقة صغيرة من ال7 بهارات، رشة بسيطة كده من ورق لورا مطحون، ورشة بسيطة كده من حبهان البودر، وربع معلقة صغيرة من القرفة، بتدّي طعم حلو وتحفة جدًا للطاجن. نقلّب بقى تشويحة كده مع بعض، ومش هانزل بأي ملح دلوقتي، الملح في الآخر. هاضيف بقى معايا حوالي نُص كوباية مَيّة مغلية للقوانص، هنهدّي النار ونغطّي دلوقتي لغاية أمّا القوانص تبتدي تستوي معانا. وهنا بعد ما القوانص ابتدت استوت معايا تمامًا، هابدأ أنزل بالكبد بتاعتي، طبعًا الكبد ما بتاخدش وقت، وكمان مقطّعة قرن فلفل spicy مع الكبد كده، ورشة بسيطة كده من الفلفل الأسود وبس كده. هاسيبهم بقى على جنب وتعالوا نجهّز الفريك. معايا نزلت بمعلقة من السمنة، وحبّة كده من الزيت، ونزلت كمان ببصلاية مقطّعاها مكعبات كده مخرّطاها على إيدي يا بنات، بيفرق جدًا عن الكبة. وبرضه ادّيت رشة فلفل أسود مع البصل بتدّي ريحة تحفة. وهانزل بقى كمان بطماطماية معايا متقطّعة قطع صغيّرة جدًا، ممكن تستغني عنها بس بتدّي طعم حلو أوي. نزلت معايا بنُص معلقة صغيّرة من ال7 بهارات، ورشة بسيطة أوي من جوز الطيب لو حبّيتِ. وهانزل كمان معايا معلقة كبيرة من بودرة الماجي. حابة تستغني عنها استغني عنها، بس لو عندِك شوربة يبقى تمام أوي. الفريك هنا أنا كنت غاسلاه ونقعاه لمدة ساعة في مَيّة سخنة، وبعد صفّيته كويس جدًا، نزلت بيه. هابدأ بقى أدّي له رشة فلفل أسود حلوة كده بنُص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وادّيت ملح معايا. وزي ما قُلت لِك لو عندِك شوربة يا سلام! ادّيها على طول، ما كانش عندي فنزلت بمعلقة كبيرة من بودرة الماجي. شوّحي بقى كويس جدًا على قد ما تقدري، أهم حاجة تشويح الفريك عشان يطلع مفلفل معانا. هنبدأ بقى في المرحلة دي تدّي له الشوربة بتاعتِك بس يا دوبك تسقسقي له، إحنا ما تنساش إن إحنا ناقعينه في مَيّة سخنة. خلاص تمام؟ يعني هو يعني already معايا نُص سِوَى. بس كده على نار هادية بقى، اتسقسق معايا كده بالضبط كده، وحشوة الكبد والقوانص جاهزة معايا. نجيب طاجن بقى بتاعنا الحلو ده، وندهنه كده دهنة من السمنة، وننزل بنُص الفريك معانا بالمنظر ده. وبعد كده ننزل بالخلطة الكبد والقوانص اللي بُصّوا الفريك هيتشرّب منها، الطاجن ده هيبقى قنبلة. بجد روعة، جرّبوه جنب طبق سلطة كده وبطاطس محمّرة وتحفة. وبعد كده هننزل ببقية الفريك كده على الوش، ونساوي الفريك على الوش كده. آخر حاجة بقى هنبدأ بقى إيه، أنا برضه هادّي له حبّة شوربة صغيّرين كده تاني، نفتّح كده بالمعلقة كده لغاية عشان تتغلغل كده عشان يطلع معاكِ juicy. وبعد كده مسخّنة الفرن على درجة حرارة 220، وأدّي بقى رشة فلفل أسود من فوق ومعلقة كده من السمنة وزّعيها ودخّليه الفرن. هيقعد معاكِ كده يعني قعد معايا في الفرن نُص ساعة ل40 دقيقة. وطلع بالعظمة ده، الريحة قلبة الدنيا، رشة الفلفل الأسود اللي على الوش بتنقل لِك الطاجن لمّا يطلع في حتة تانية خالص. بجد جرّبوه بتركاتي وتحبيشتي، بجد هتنقلكم لحتة تانية. لو أول مرّة تشوفيني أنا معاكم ابتسام، أتمنى إن يعجبِك الفيديو، ما تنسيش تضغطي لايك وشير ومتابعة للصفحة أو اشتراك في القناة، وأتمنى أكون عند حسن ظنكم، والسلام عليكم ورحمة الله.